الإسكندرية تقدم سنين وراها سنين بتحكي، ايدين معاها ايدين بتبني. مذيعتنا العزيزة مشغولة في ايه؟ بكتب حجز هبعته للتنسيق. وروح بتنقل نبضها للناس، لجوه القلب نور يسري، أثير موجة يطير ويهفهف، يخلي الحلم علم، يغني في الميعاد اهو بالظبط قدام الاستوديو، والهندسة مستعدة للعمل والإبداع. كأنه كان امبارح ولسه بكتافنا شايلين القضية، ثقافة جيل بيعلى ويعلى، إذاعة عريقة أصيلة عافية. ومن هنا مكتبة الشرايط بترحب بيكم، نعدي نسلم لغيرنا الكلام، وجيل بعد جيل بيحلى العلام، يكمل رسالة أساتذة كبار، وموجة بتهدي لموجة السلام. ساعة حب، ساعة حب، ساعة رد الجميل، رد الجميل لجيل جميل. جميل. أساتذة FM، الإعداد والتقديم خالد السيد. أهلا بحضراتكم أعزائي المستمعين ولقاء جديد أساتذة FM. الحقيقة يعني متشوقين كل الاشتياق للاستماع إلى ضيفنا اليوم، الحقيقة اللي كان مرتين على التوالي الحقيقة بنتحرم منه ومن حكاياته الجميلة. وعايز أقول لحضراتكم أجمل ما يميز ضيفنا اليوم، الحقيقة إن هو أجمل ما يميز ضيفنا اليوم الحقيقة عايز أقول لحضراتكم إن هو عاشق للإذاعة، وكل مرة يقول لي أنا بحب الإذاعة بشكل غير عادي، وما تدينيش أقل من الساعة بتاعتي عشان أقول أنا بحبها قد إيه. أحلام، استأذنك نسمع كده البرومو التعريفي ونرجع مرة تانية. أعزائي المستمعين، عن أفضل الرحلات لقلت لهم رحلة مع كتاب، والذي قدمه لنا ضيفنا اليوم. وإن أحببت أن تتجول بين البرامج الإذاعية وتتعرف على محتواها، أقول لك وتجدها في بانوراما إذاعية. ودائما أقول لك نقب عن العلاقة الوثيقة ما بين الجامعة والمجتمع، فلن تذهب بعيدا عن ضيفنا. ولما قلت للجمال قلت لهم تكلم عنه في اسكندرية مطروح. ضيفنا اليوم الأستاذ أنس الغريب. ساعة حب، ساعة حب، ساعة رد الجميل، رد الجميل لجيل جميل. جميل. ونرجع لحضراتكم مرة تانية أعزائي المستمعين. وأستاذنا أستاذ أنس الغريب، أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك واهلا باذاعه اسكندريه. يمكن حبي بس بعد مراتي. يعني في الحقيقه انا بشكرك كتير. عفوا، احنا بنشكر حضرتك على تواجدك. لا، عشان انت رجعتني للحنين. يعني انا عايش عيشه تانية خالص بعد المعاش، بس انت خليتني احن تاني لاذاعه اسكندريه. بس على فكره الشكل واللغه والكلام ما بيقولش ان حضرتك طلعت معاش يا استاذ انس. يعني انا شايف ان حضرتك لسه قدامك 20 سنه عقبال ما تطلع للمعاش. لا من زمان يعني. تعالوا نرجع من الاول خالص بعد اذن حضرتك، ونبتدي بقى من المرحله الجامعيه. حضرتك خريج ايه؟ خريج زراعه، دور يناير 83.
83. أستاذ أنس، يعني هل كان في استماع للإذاعة قبل دخول هذا المبنى؟ كتير. كنت بسمع الأخبار بس، لأن كان والدي الله يرحمه كان يحب يسمع 2:30 و8:30. 2:30 دي كان بالنسبة له لازم يسمعها، و8:30 كان يسمع قرآن في البرنامج العام، وبعدين يروح جاي سامع الأخبار. وبعدين كان هو كان حافظ القرآن، بسم الله ما شاء الله، وكان اللغة بتاعته بسم الله ما شاء الله شديدة يعني. كان يقعد يسمع بقى مذيع يقول له ده ازاي، ده في حرف جر وتجر كل حاجة، يعني ايه ياخد على المذيع وبتاع. البداية بقى كنت بقعد معاه، بس انا ما كنتش طموح او ما كنتش احسب ان انا هشتغل في الاذاعة. يعني انا ما بقولش كده ان انا هبقى مذيع، لا، ده انا كنت بسمع، كنت بقعد جنب ابويا ويسمع، وانا احب ان انا بقعد معاه واسمع له يعني. تسمع تعليقاته كمان يا أستاذ أنس؟ بتسمع. كان تعليقاته كتيرة قوي قوي قوي. كان يقول لي مثلا ان هم في الابتدائية القديمة كان النحو عشان يمتحنوا نحو يجيبوا لهم كتاب مش متشكل ويقروا منه بالكلام المتشكل. زي الامتحان اللي احنا دخلناه، ده الامتحان شبه زي الامتحان اللي احنا دخلناه بالظبط. بالظبط كده. أستاذ أنس، كيف كانت البداية؟ دخلنا الإذاعة ازاي؟ حضرتك لم يكن في حسبانك انك تدخل الإذاعة؟ والله انا كنت عاوز في الاول، وبحثت ان انا اشتغل في تخصصي زراعة، كنت بهوى الانتاج الحيواني او الاراضي، وبعدين ربنا ما أردش، فكنت بشتغل بحاول اي شغل يعني. ببحث عن الشغل، عن العمل. بالظبط كده. وبعدين حصل بقى ايه، في مسابقة امتداد إذاعة اسكندرية، الامتداد من حوالي 5-6 ساعات إلى تقريبا 11 ساعة. فكان لازم يحصل إن في تعيين مذيعين. الأستاذ صابر مصطفى ده كان هنا في إذاعة اسكندرية يا أستاذ أنس؟ والامتحان كان في إذاعة اسكندرية. وبعدين اتعملت المسابقة وقدمت، والحمد لله نجحت يعني. دخلت بقى بدون أي خبرة في العمل الإذاعي يا أستاذ أنس؟ دخلت مجرد الامتحان بس؟ بالظبط كده. بس هو يمكن كنت قارئ شوية يعني كنت قارئ يعني شوية. يعني أنا مثلا فاكر إن أنا قريت العبارات والنظرات، وكان العبارات ده هو كان كتاب كان محطوط في الامتحان، وكنت يعني ما أملش للشعر. كان في شعر جاهلي وفي شعر الشعراء المصريين، وبعدين في قرآن وفي نشرة. الامتحان كان كده، وبعد كده في مقابلة مع اللجنة اللي هي سمعتني، واروح جاي يعني يشوفوا الشخصية، يشوفوا. تتذكر اللجنة؟ تتذكرها؟ كان الأستاذ صابر مصطفى، الأستاذ علي الليسي، مدام عفاف المعداوي، وكان رئيس الشبكة، اللهم صل على النبي، نقولوا كان معظمهم أو كلهم كانوا قامات يا أستاذ أنس. أوي. جميل. طلب من حضرتك بقى الأسئلة في معلومات عامة طبعا. يعني كان في أولا، هو الامتحان يمكن بتاعي كان يدور على محور الشخصية، مش المعلومات العامة الكتيرة يعني إيه. كان في كلام وفي تسمع الإذاعة، وتطرقنا مثلا كان زمان في مشكلة قبائل التاميل بتاعت في جنوب شرق آسيا، كانوا عاملين مشاكل كتيرة، ويعني الامتحان بتاعي اتجر في هذه الناحية، وناحية الشخصية أكتر يعني. وبعدين بعد كده اتعمل امتحان تحريري عشان يميزوا الناس اللي موجودين. أنا استعديت بقى الامتحان التحريري، جبت بقى تاريخ اسكندرية، ويعني المحافظ بتاع اسكندرية والكلام ده هو، والحكومة للسكندرية، ومعالم اسكندرية السياحية والكلام ده هو،
ودخلت يعني رحت مكتبة البلدية، خدت منها شوية حاجات يعني، والناس اللي هم بتوع الآداب اللي أنا أعرفهم وهكذا يعني. فأخدت حصيلة كويسة ودخلت بيها الامتحان. استاذ انس، حضرتك نجحت كمذيع وليس كمقدم برامج او معد برامج. لا، كان في امتحان تاني للتصنيف، سواء معد برامج او مقدم او مذيع، مقدم او مذيع او في اخبار كان وهكذا يعني. وجه استاذنا من مصر قعد معانا تقريبا 5 ايام، وصنفونا بقى مدام عفاف المعلاوي ومدام صابر مصطفى، وهم صنفونا يعني. كل حد يصلح لهذا المكان. استاذ انس، حب الاذاعه اللي الحقيقه خلانا نقعد اسبوعين محتاجين نعرف. انا محتاج وقت عشان اتكلم عن هذه الاذاعه التي اعشقها، والكلام على استاذنا الاستاذ انس الغريب. احكي لنا بقى ايه موضوع حب الاذاعه ده اللي حضرتك حابب تتكلم عنه، ونشوف بقى الجميل لهذا المكان بحيطانه الحقيقه، بارضياته، بكل ما فيه، بالزملاء. لا، هي الاذاعه ادتني كتير. يعني مثلا احنا لما دخلنا، انا ما كنتش احلم مثلا ان انا هيبقى عندي مكتبه، ومكتبه قيمه. فالاذاعه اول برنامج شاركنا فيه او اشتركنا فيه انا والمجموعه المذيعين كان باسمه رحله مع كتاب. الكتاب ده هو نجيب كتاب نقراه، والكتاب ده يا حبذا يكون بتاع كاتب سكندري عشان نلقي الضوء عليه، وبعدين نعمل لقاء مع متخصص او دكتور او مسؤول. فده هو دفع للقراءه. يعني الاذاعه دي نمره واحد. القراءه دي نمره يعني واحد. يا ترى ان انا عملت مثلا الاسبوع ده برنامج، لازم اطلع على طول اروح جاي ايه ادور على كتاب تاني ويبقى سكندري وهكذا، ويبقى يا ريت المؤلف يبقى معاصر عشان نعمل معاه لقاء هو والمتخصص، هو كمان نفس صاحب الكتاب، الكاتب يعني. بالظبط. وبعدين في حاجه بقى شديده قوي. السيده نبيله سنبل، انا ما اعرفش هي توفت لا، على قيد الحياه. على قيد الحياه. على قيد الحياه. جت عملت فكرة اسم كبير قوي يا جماعه. اعزائي المستمعين، استاذه نبيله سنبل الحقيقه تولت اذاعه الاسكندريه في فتره ايضا بنقول انها كانت من ازهى عصورها. بالظبط كده. عملت بقى او اقترحت بان في فتره مفتوحه لمده 2.25 ساعة، وهي اسمها فتره صباح اسكندريه، صباح الخير يا اسكندريه، وفتره مساء الخير يا اسكندريه. الفترتين دولت اولا فتره صباح الخير، وبعديها بدوره فتره مساء الخير. هذه الفتره عايزه قراءه شديده 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 عشان ما يبقاش المذيع لا مؤاخذه بيتكلم على الحركرك او مش فاهم يعني، او اي عامل موضوع اي حاجه يعني. هذه الكلام دفع آخر للقراءة والمعرفة والكلام دوت. أنا لو كنت اشتغلت مثلا في تخصصي يمكن كنت هجتهد مثلا وأكون كويس أو منتج كويس في التخصص، ولكن نهلت من الثقافات الكثيرة من خلال دفع إذاعة الإسكندرية للقراءات أو للقراءة عموما. يعني مثلا على سبيل المثال مكتبتي تحوي من الكتب أو من أمهات الكتب. أمهات الكتب، خدوا بالكم أعزائي المستمعين. غير الرقائق. الرقائق دي حاجة تانية يعني. أعراب القرآن الكريم هو 10 مجلدات للأستاذ محمد الدين الدرويش. وبعدين تفسير القرطبي أو الجامع لأحكام القرآن الكريم 10 مجلدات، والمجلد 11 هو فهارس. ده هو لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. وبعدين في ده الاسم الكامل. ده الاسم الكامل. فتح الباري لشرح صحيح البخاري. 15 مجلد. المجلد الأول مقدمة، وبعدين الأخير
فهارس. وده هو الإمام أحمد محمد علي ابن حجر الغلقساني. وبعدين البداية والنهاية دي كلها بتحتوي مكتبتي أو مكتبتي فيها لأبي الفدا الحافظ ابن كثير. البداية والنهاية 10 مجلدات، وتفسير عبد الله شحاتة يمكن كتير عصروه، كان بيجي في التلفزيون طبعا 12 مجلد. وبعدين دلائل النبوة، ومعرفة أحوال حامل الشرعية لأبي أحمد ابن البهيقي 7 مجلدات، وإحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي. هناك بقى في بعض الموسوعات، في بقى موسوعة وصف مصر طبعا، دي الحملة الفرنسية اللي هم ألفوها، واخد بالك، وترجمة زهير الشايب. وصف مصر ده كمان دي مجلدات كبيرة قوي. لا ده وبعدين في قصة الحضارة دول يورونانت، ده هو ترجمة زكي نجيب محمود ومحمد بدران. وفي موسوعة تانية دول 23 مجلد، وفي موسوعة تانية واخد بالك هي موسوعة سليم حسن، بتتكلم على العهد الفرعوني، مصر القديمة. مصر القديمة كان مجلدات كبيرة يعني موجودة عندنا كلنا إلى الآن. أيوة أنا قريت كتير. في مثلا دفعني القراءة الإسكندرية. لما السيدة نبيلة سنبل عملت فترة صباحة كده اسكندرية، فأنا قلت لازم أتكلم على اسكندرية. فشفت المكتبة لقيت فيها موسوعة القرن العشرين والقرن ال21 بتتكلم عن الإسكندرية. بداية الإسكندرية تسمى باللاتينية حامية الرجال. الإسكندر حامي الرجال. هو جماعة هو ما اسموش الاسكندر، الإسكندر. فخلينا نقول ان ناس كتيرة جدا بتكتب الهمزة فوق، وده خطأ، او يعني الهمزة عليها فتحة. الإسكندر. خدوا بالكم، يجي نتكلم عن الإسكندرية نقول الإسكندرية وليس الاسكندرية. تمام. كان القبائل تهير على بعضها البعض لتسبي الرجال مش السيدات، حتى يعملون في السخرة، يزرعوا لهم الأراضي، يربوا أولادهم، يأتوا بالمياه من بعيد أو من العيون البعيدة وهكذا. الإسكندر الأكبر في طريقي إلى جنوب الصين عمل الفتوحات بتاعته، شيد 13 مدينة بتحمل اسم الإسكندرية. خلينا بس نقول حاجة مهمة يا أستاذ أنس، إن كل هذه الكمية من المعلومات كانت الحقيقة بسبب دفع إذاعة الإسكندرية. وجميل هنا بقى بنقول الجميل الحقيقة رايح أو راجع لهذا المكان. الجميل راجع. ايوه هذا المكان. وبعدين يعني ايه، مثلا ما فيش حد بيقرا في كل مناحل الحياه. مثلا كنا بنقدم المسابقه لمدام عفاف، يمكن ما قريتهاش، تقعد معانا الواحد بحيث ان هو يقول لها دي مدام عفاف المعداوي، يعني تساله هو واثق منها، وبعدين حتى قرروا بقى المعلومات حتى تستطيع أن تعلم أنه قادر على أن يقدم هذا الموضوع. دي مسؤولية، مسؤولية جديدة حقيقة. دائما مدام عفاف ما نذكرها بكل الخير دايما يا رب. يعني قد إيه كانت المسؤولية عندها يا أستاذ أنس؟ كتيرة قوي يعني. أنا أتذكر حدث مثلا في واحد من زمايلنا كان هيشتغل الصبح، والصبح كنا بنقعد 5:30 الصبح. 5:30 6:15 بالكتير يعني، واخد بالك، عشان نطلع على الهوا 6. صحيح. كانت مراته تعبانة، الزميل مراته تعبانة، فهي صاحية وقاعدة وبتاع، وبعدين اتصلت بيا وقالت لي انزل عشان زميلنا ده بيجيب دم لمراته وهو في البنوك الدم. فهي مش مسابقة، مش مسؤولية بس، دي مسؤولية كبيرة، زائد ان
إن هي الهوى وغير الهوى والبرامج كلها مسؤولة عنهم، وكانت يعني بتاخد بإيدينا كلها واحد واحد عشان تورينا السكة. الحاجة الجميلة كمان إن كان في استجابة لما يحس إن في زميل محتاج لزميل. لا مفيش حاجة، ما ينفعش أقول لا. لا مفيش، ما ينفعش. ما هي دي ما العلاقة فيش الجميلة تردد. بقى يا أستاذ أنس. يعني. دفعة حضرتك مين اللي دخل مع حضرتك يا أستاذ أنس؟ تتذكر كده؟ يعني أحمد عبد العزيز، أستاذ أحمد عبد العزيز تلفزيون التلفزيون، الله رحمه يرحمه، الله عليه، وعصام غريب رحمة الله عليه، وفاطمة رضوان، مدام فاطمة رضوان القاهرة الكبرى، وعزة عيسوي راحت دلوقتي موجودة في السعودية، وخالد أنا ما كنتش معاكم لا. وابتهال وهلال. خالد مين بقى؟ كان اسمه خالد إيه؟ مش متذكر حضرتك. ابتهال، مدام ابتهال. أيوه أستاذ ابتهال. كنا 8 مذيعين، والباقي كنا 15 واحد، واستخدموا بعدينا تقريبا 9 أو 10. الباقي 15 بقوا مقدمين برامج أو في إدارات تانية. فهيئة إذاعة اسكندرية اللي احنا دخلنا عليها كلها ساعدتنا، يعني فتحوا لنا البرامج اللي بنشتغلوا فيها. شاركت مع اسماعيل الشيخة، أستاذ إسماعيل الشيخة رحمة الله عليه في الريبورتاج، وشاركت شاركت كتير مع الدكتور محمد سعد في البرنامج اللي هو العالم الاقتصاد. كان هو يهتم بهذا المجال. صحيح. فكانت توجيهاتهم بتدينا او بتخلينا نستقي الخبرة منهم، واخد بالك؟ فده رد الجميل. كل اللي علمنا حاجة. من علمني حرفا، وهذه الإذاعة الحقيقة تستحق ان احنا نكون كما يقال صرت لها، من علمني حرفا صرت له عبدا. ايوه. يعني شوف بقى، انا هقول لك حاجه. كل اللي علمونا اي حاجه هم اصحاب الحقوق علينا، واخد بالك؟ او عليا، واخد بالك؟ وبعدين من الادب الاسلامي ان ندعو لهم، ندعو الى اصحاب الحقوق، حتى لو كان هذا العلام في الدين او في الحياه، حتى نتكسب ونأخذ رزقنا فيه يا رب العالمين. حقيقة منتهى الإحساس والشعور بالجميل تجاه من علمه أستاذ أنس. الحقيقة حاجة جميلة جدا، وشعور طيب، وشعور حقيقة بنحس معاه بأن احنا عايشين في مجتمع جميل، مجتمع الحقيقة بيحب بعضه البعض. خلونا أعزائي المستمعين ننتظر إلى أن ينتهي موجز الأنباء، ثم نعود لحضراتكم نستكمل حديثنا الممتع مع أستاذنا القدير الأستاذ أنس الغريب. الآن موجز أخبار رأس الساعة من راديو اسكندرية 101.1 FM. معا تكتمل الصورة.
12 في الإسكندرية. نحييكم سيداتي وسادتي ونقدم لكم موجز الأنباء، حرره سلوى أبو النصر ويقرأه صبري عبد الغني. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول الذكرى 72 لثورة 23 من شهر يوليو المجيدة. البنك المركزي المصري يقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس المقبل الموافق 25 من شهر يوليو بمناسبة ذكرى 23 من شهر يوليو ثورة يوليو، ويستأنف العمل صباح يوم الأحد 28 من شهر يوليو. وزارة الداخلية تقرر منح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية اعتبارا من يوم الثلاثاء 23 من شهر يوليو الجاري وحتى يوم الخميس 22 من شهر أغسطس القادم. محافظ الإسكندرية يوجه شركة النظافة العامة في الإسكندرية وإدارة الرقابة والرصد البيئي لمتابعة تنفيذ منظومة الجمع السكني. مديرية الطرق والنقل بمحافظة البحيرة تتابع أعمال رصف كورنيش رشيد بطول كيلومتر وبتكلفة إجمالية 15.8 مليون جنيه، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري. مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية يوافق على بدء إجراءات التحويل ونقل القيد والقبول للعام الجامعي 2024-2025 اعتبارا من 15 من شهر أغسطس المقبل، وتستمر لمدة شهر بجميع كليات الجامعة. من الإسكندرية قدمنا لكم سيداتي وسادتي موجز الأنباء، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعة حب. ساعة رد الجميل لجيل جميل. جميل. أساتذة FM. رجعنا لكم تاني أعزائي المستمعين، ولقائنا الحقيقة اللي أنا مستمتع بيه مع أستاذ من أساتذتنا الجمال جدا، أستاذ أنس الغريب. والحقيقة دائما يعني عايز أقول لحضراتكم أن أسرة المذيعين كان ليهم بالنسبة لي أنا وبالنسبة لناس كتيرة تقدير كبير قوي. كنت بحس ان هم يمكن كمان الجيل اللي كان سابقنا بمجموعة او وقت طويل شوية، كنت بحس ان الناس دي
عندهم علم كتير وعندهم موهبة كبيرة، وكمان في نفس الوقت عندهم ما يقدموه لينا احنا كمان من تعليم. أستاذ أنس، يعني نرجع تاني بقى، ويعني مش عايز أقول بعد المعاش، ولكن بعد عمر حضرتك أفنيته هنا وحبيت هذا المكان وحبك، إيه اللي بيحصل دلوقتي؟ بتستفيد بوقتك إزاي؟ والله إذاعة اسكندرية يعني برضو إذاعة اسكندرية جميل طبعاً. جميل. لا، ما هقول لك أنا يعني أنا قلت لك الحاجات اللي أنا ضمنتها مكتبتي، واخد بالك، ودي بتقضي وقتك معاها يا أستاذ أنس؟ يعني هي ستراني وأنا شغال وستراني بعد الشغل. جميل يعني اللفظ. على المعاش. يعني أنا عايش مع كتبي كلها، يعني كلها، لأن وإحنا شغالين ما كناش بنقرأ كتير إلا غير للشغل. يعني مثلا القرطبي ده هو ما قريتش فيه كتير، يعني اخدت اللي انا عايز اخده منه ايام الشغل، البدايه والنهايه وهكذا يعني. فانا عايش معاها، فانا بقول لك ده يعتبر ستر، ولا بنقعد على قهوه ولا حاجه زي المعاشات، ده ستر ان انا عايش مع كتب. هو الاعلامي بيطلع المعاش؟ حاجه جميله. حاجه تانية اتفضل. يعني من ضمن خيرات اذاعه الاسكندريه اتعلمت فيها أحكام التلاوة كلها، كانت ناقصاني منها كتير. الحقيقة لما حضرتك جبت سيرة أحكام التلاوة أتذكر أستاذي أيضا الكبير القدير أستاذ حسن محمد حسن. بالظبط، حسن ده يعني لا علامة. اداني بعض أحكام التلاوة ووجيه في التلفزيون. شيخ وجيه. شيخ وجيه اللي هو بيؤمنا بيؤذن كمان. لا مش كده، ده الشيخ وجيه ده هو كان أو له مسجد في جناكليس بيخطب فيه الجمعة، وانا بروح من وقت للتاني اروح اسمعه. طيب نتذكر الشيخ وجيه بالخير جدا، هو طبعا ما يزال قائد حياة ولسه شاب، ولكن طبعا ولكن انا كموسيقي بقول ان هذا الرجل له قدرات موسيقية كبيرة جدا قد تفوق المطربين. فعايز اقول ان الشيوخ وقراء القرآن والمؤذنون الحقيقة لهم قدرات قد تفوق المغنيين. وأتذكر محمد الحلو لما استضاف الشيخ سعيد معاه. الشيخ سعيد، كمل يا أستاذ أنس، اتفضل. الشيخ بالمناسبة الشيخ مصطفى اسماعيل بيقرأ الله يرحمه كان على المقامات كلهم، خد بالك كلهم يعني. من ضمن خيرات إذاعة الإسكندرية ان انا قابلت زوجتي في اذاعه الاسكندريه وهي دفعتي. لم تذكرها لما حضرتك قلت دفعتك يا استاذ انس. لا ده انا ذكرت المذيعين، مدام عزة بسيوني مقدمه برامج. فانا يعني ما ذكرتهاش لان انت بتتكلمني على المذيعين دفعتي يعني. عزة بسيوني برضو من مقدمه رحمه الله عليها طبعا. رحمه الله عليها من مقدمه البرامج الكويسه، وكانت زوجة عافية. والزوجة العافية مش عافية عليا، لا عافية في الحياة، واخد بالك. يعني على سبيل المثال لما كتبي كترت جابت مكتبة من غير ما أعرف، وصلت البيت لقيت مكتبة جميلة وابتديت أرص فيها كتبي والكلام ده. هو كانت كويسة جدا. وأنا بنصح الشباب ان هم يتجوزوا الزوجة العافية في الحياة، تكون كويسة تساعدهم، يكون في مساعدة، بتطلع بيهم بتصعد بيهم في سلم الحياة في تربية الأولاد في كل حاجة. ودي من خيرات إذاعة اسكندرية ان انا قابلت الزوجة دهيت، ربنا يرحمها ويرحم امواتنا كلها. استاذ انس، انا حابب اغير اسم الفتره الحقيقه النهارده واخليها الاعتراف بالجميل. حضرتك النهارده 95% الحقيقه لم تتحدث عن نفسك، ولكن تحدثت عن هذا المبنى، تحدثت عن زوجة حضرتك بمنتهى الوفاء. ايه الجمال ده؟ الله يكرمك. لا هو في يعني ايه بعض شويه الحاجات الكويسه اللي هو يعني برضه من دفع اذاعه الاسكندريه ليا. يعني مثلا البرنامج ده أول برنامج عملته كان بنقرأ نشرة الأخبار اللي هي 7:30 ده ليلا طبعا اللي هي الجريدة. الجريدة. لقيت فيها خبر بيقول
انه تم تعيين الدكتور عبد القادر راشد ابو عقاده نائب ثالث لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه. ده مركز مستحدث، مش ما كانش موجود، هم في 2 نواب وبعدين ده الثالث. فالخبر ممكن صنيت شويه بعديه وحجزته ورحت جاي مكمل، وبعدين نسخته ورحت جاي تاني يوم على طول خدت كاسيت ورحت جاي رايح له وشريت. رحت له هو تحديدا؟ رحت له هو تحديدا. لان هو قسم انتاج حيواني في كليه الزراعه. صحيح. وانا في الزراعه عرفته بنفسي عشان حضرتك دارس لهذا الامر. تولد عن هذا اللقاء. يعني اللقاء مش لقاء، كان 3-4 لقاءات، وكان مجلس الجامعة بتاعه عامل له 21 دكتور. مجلس الجامعة بتاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور واخد بالك. فهو الراجل برضو عايز إعلام يعني، فهو رحب بيا واداني أسماء الدكاترة ورحت لهم قبل ما أعمل أي برنامج أو أي حاجة. مليت يمكن حوالي 6 شرايط منهم قراءات، وقلت لهم الشرايط دي مش للزراعه، دي ليا انا استفيد بيها كعلم. واكيد حضرتك خرجت هذا العلم بقى من خلال الحلقات بعد كده. كان اياميها اي حد عايز يعمل مشروع، وكان في عصر الانفتاح واخد بالك. في مشاريع كتيره بتتولد في اذاعه اسكندريه، فيروح اللي عايز يعمل مشروع رجال الاعمال يروح جاي يستخدم خبراء يقولوا له الجدوى بتاع المشروع ده وبتاع. طيب الجامعه بتاعتي جامعه اسكندريه فيها من الخبرات وفيها من الرسائل وفيها من الابحاث ما لها. فانا عملت وصلت بقى البرنامج اسمه الجامعه والمجتمع. هذا البرنامج يبحث عن التكنولوجيا اللي في الجامعة ويوصلها للمجتمع اللي هو عايزينها. يوصلهم الاثنين ببعض. وإذا كان في ناس عايزين من التكنولوجيا أو العلم، أروح أسأل في الجامعة في التكنولوجيا دي مين. هذا البرنامج يفكرني برضو اسمه الأستاذ كمال عبد العزيز، الكاتب الكبير رحمة الله عليه. وفي طبعا كتاب وفي مخرجين، أستاذ هنادي محمود رحمة الله عليه، وحاجات كتيرة يعني. دولت احنا استقينا منهم المعرفة وفنون الإذاعة أو الفنون الإذاعية. فالبرنامج شرحته له، البرنامج بيعمل كذا وكذا وكذا، فراح جاي كاتب كلمتين على التتر ده بدون ما حضرتك تطلب منه. لا يا جماعه هي دي الاذاعه في كلمه واحده. هلا يا استاذ انس، ان الحقيقه كله بيبحث عن المصلحه، بيتصل المصلحه العامه، مصلحه الاذاعه يعني. اتصل بيا قال لي انا عايزك، بس انا كنت خلصت شغل هو مع بعض الظهر، رحت جاي له تاني بيقول فيه ايه بقى: من أجل يوم يشرق بالرخاء رائدنا الجامعة وغايتنا الوطن. واخد بالك؟ حلو قوي. من أجل يوم يشرق بالأمل والرخاء رائدنا الجامعة وغايتنا الوطن. جميل. لخص الموضوع. واخد بالك؟ يبقى ايه التكنولوجيا كانت هتبقى من الجامعة، زائد بقى البانوراما الإذاعية اشتغلت فيها. شاركت حضرتك ومدام. كانت البرامج الإذاعية ده هي كانت سيدة نبيلة سنبل، كانت عملت خريطة وبتاع، وقالت لي كنت على الهوا وهي جاية هتعمل لقاء على الهوا. فقامت قالت لي انت بتعمل برامج، انا عايزه برنامج. وكانت الخريطه كانت على وشك انها تتكتب وتتبعت مصر يعني. قلت لها لا خليها للدوره الجايه. قالت لي لا دلوقتي. سبحان الله. تمام. لا هي باستمرار ما شاء الله. قلت لها بس عشان البرنامج يبقى كويس
افكر فيه وبتاع مش عارف ايه. اخد وقتي. قالت لي انا هعمل لقاء مش عارف هنا وانت تبقى بره تفكر وتيجي. هي عندها ثقه كمان يا استاذ قوي أنس. قوي قوي. بس المهم فقلت لها ماشي. وقفت، طب انا هعمل لها ايه دلوقتي؟ لازم هفتكر البرنامج ازاي يعني. فطلعت قالت لي ايه فكرت؟ قلت لها قالت لي فكرت في ايه؟ قلت لها الخريطه اللي انت عاملاها دي عايزه يبقى فيها اعلان جيد عليها. صحيح، بانوراما اذاعيه. قالت لي اكتب. قلت لها لا هكتب بكره، يعني هجيب لك الكتابه دي بكره. تمام. اخد وقتي برضه. رحت جاي كاتب الموضوع، وراح جاي كان الاستاذ نبيل عاطف الله يرحمه هو اللي ماسك الخريطه وهو اللي كاتبها. قالت لي كتبت عليها بقى ايه 30 دقيقه بخط كبير احمر، وقالت لي روح اديها للاستاذ نبيل عاطف عشان يسجلها معاه. يعني مصلحه المبنى قبل اي حاجه، مصلحه الاذاعه. لا وكان فيها ميزه تانية. كان حمدي سلام زميلنا الجميل والقدير ايضا هنا في الهندسه الاذاعيه يعني كان موجود معانا من كام حلقه. كنت اول فتره اعملها في صباح الخير يا اسكندريه، عمل معايا شغل جميل جميل جميل، واحنا كنا بنتكلم على اسكندريه. فطالع انا عشان اجيب الحاجه من مكتبي، قابلتها قالت لي فين الراجل اللي كان معاك؟ استاذ حمدي سلام. قلت لها تحت. قالت لي هاته. الله على الفكر. فكر القيادي الحقيقه الجميل. الله الله. يعني جبته ورحت جاي قلت له مدام نبيله عايزاك. راح جاي قالت له انا بشكرك شكرا جزيلا على اللي انت عملته، وهو كان عامل شغل كويس، انت بلوست هذا الشغل. بيعمل ايه بقى ده؟ رد الفعل بتاعه يا استاذ انس، رد الفعل. اما المدير ينزل مخصوص عشان يقول لك حاجه زي كده. ويخلي ان الواحد ما يهملش ولا لا يهمل ايه، ده يبقى الطاقه الابداعيه كلها يعني. اتذكر استاذ لاشين بالخير حقيقه كان دائما ايضا ما يفعل معنا هذا الشيء. استاذ انس الحقيقه الحلقه كلها بعيد يمكن شويه عن الحلقه النهارده، احنا ممكن نسميها زي ما قلنا كده الوفاء بالجميل ورد الجميل الحقيقه، وكلها كانت النهارده من القلب يا استاذ انس. الحمد لله. خلينا بقى كده يعني نروح مثلا من القلب. انا هقطع كلام. يلا اتفضل. انا على فكره انا بحب دايما تتذكر معانا. اتفضل. اول كلام سمعناه في الاذاعه المذيع يبقى كويس وصادق، لانه ما خرج للقلب وصل للقلب. انت هتعمله شغل مع المستمعين، فانت لازم الكلام ده بقى بتاعك من القلب عشان يوصل لقلبه ولقلب المستمع. يعني انت قلت من القلب فعلا، يعني احنا سمعنا او تعلمنا ده ما وصل للقلب خرج. ما وصل من القلب يصل الى القلب. هل بقى كان في مواقف صعبة كده شوية مرت علينا؟ أكيد كلنا كمذيعين ومقدمي برامج ومؤدي برامج وإحنا رايحين نسجل حصل معنا حاجة، دخلنا الاستوديو حصل معنا حاجة، الموقف ده كان صعب شوية ولكن تعلمنا. لا في مواقف صعبة كمان كتير. أكيد ما أنا نازل أسجل بتحصل حاجات مش تسجيل بس يعني أو أنا داخل الاستوديو يعني. يعني برضو مرة من ضمن المرات بصيت لقيت زميلنا محمد اسماعيل ربنا يفتكره بالخير ان شاء الله. ده كان في الخدمات، في اداره الخدمات. لا كان ماسك الكنترول محمد اسماعيل. استاذ محمد اسماعيل زميلنا. أيوة. كان موجود معانا. حضرتك ما حددتش، كان في استاذ محمد اسماعيل معانا برامجي. أيوة. صح كده؟ أيوة. انا حضرتك تقصد استاذ محمد اسماعيل اللي في الهندسه الاذاعيه. أيوة. الشاطر جدا القدير ايضا كان موجود معانا داخل اذاعه اسكندريه. بصيت لقيته بيتصل بيا الساعة 6 إلا تقريبا 12 دقيقة بيقومني من النوم. ده الإذاعة كانت بتفتح الساعة 6. الإذاعة بتفتح 6 الصبح. كان مشغل الموسيقى المميزة. أنا قلقان يا أستاذ أنس. إيه؟ أنا قلقان قبل الإذاعة ب 12 دقيقة. أنا قلقان بصراحة. أنا ابتديت أحس بالقلق. طبعا أنا حسيت بيها دلوقتي. وبعدين قومني من النوم. خير أنت مين؟ قال لي محمد إسماعيل. طب خير يا محمد. قال لي زميلتنا تعبانة ولازم تيجي وانت اقرب واحد انت من الاذاعه. اوبا، ما انا بقول حاجه 12 دقيقه ابتدى قلبي يدق. قلت
قلت له انا مش فاهم، استنى شويه. رحت جاي داخل حاطط دماغي تحت الحنفيه وقلت له انا عايز ايه؟ في ايه يا محمد؟ انت قال مين؟ لي فهمني من الاول. قال لي في كذا كذا كذا. اعزائي المستمعين، حضراتكم شايفين القصه معانا، الموضوع صعب جدا بصراحه بامانه يعني. يعني ايه، لبست البنطلون والقميص غيرته على السلالم. كنت حاسس بالموسيقى التصويريه جواك يا استاذ انس؟ الموسيقى التصويريه شغاله مع حضرتك. ورحت جاي جاري، من حسن الحظ لقيت تاكس. ورحت جاي ايه رايح، وقلت الامن حاسب التاكس، انا عايز بقى الحق الهوا 11 دقيقه يعني. وطيب المشكله اللي انا بفكر فيها، زميلتنا دي انا مش عايز اقول الاسم يعني، لا طبعا، ربنا يكرمها يا رب، امين. دي عامله مسابقه، والمسابقه انا ما اعرفهاش، ولازم انا هشتغل في المسابقه. حسن التصرف هنا ازاي بقى يعني طيب وهي ايه؟ ما قال لي لا ده هم جم خدوها بره وهتروح تقريبا دكتور او المستشفى. ولا سالتها على حاجه ولا عرفت حاجه. انا رايح، طيب انا ما عملتش مسابقه، ممكن الغي المسابقه بتاعتها واقدم المسابقه دي. قمت زي ما بقول لك زراير القميص بزراها على السلم عشان 12 دقيقه يا جماعه، 12 دقيقه. المهم دخلت فتحت فضحت القرآن وادور المسابقة موجودة. طيب. بس من حسن الحظ المسابقة، هو مش حسن حظ، هو عشان حضرتك كنت بتتصرف بنية طيبة ممكن يعني. لا هو يعني مش عارف الكلمة دي كلام شديدة يعني، كلمة جديدة أوي يعني. الإنسان لما بيمشي بنية، هي النية طبعا مخلصة، ربنا بيساعده، بيجازيه. ايه اللي حصل بقى؟ ايه المفاجأة اللي حصلت؟ المسابقة فيها هي مسابقة دينية. صحيح. كانت أتذكر بتتكلم على الأخلاق من القرآن أو من الطيرة وبتاع. طيب أنا برضو مش جاهز يعني، أنا مش جاهز. أنا عندي ممكن كتب لو كنت جهزت ماشي. ففي بعض الشيوخ باستمرار لهم دلالة علي ودلالة عليهم يا رب العالمين. دفتر التليفونات مهم. رحت جاي متصل بواحد. صحيح. ما ردش، رحت جاي متصل بالتاني رد. طيب قلت له الوضع كذا 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 وانا مش جاهز. قال لي طيب انت تتكلم عن ايه؟ هتعمل ايه؟ قلت له في مكالمات للمستمعين، وبعدين مكالمات للمستمعين دي برضو ممكن تكون فيها يعني لغط وكلام مش خارج على الاخلاق وبتاع، فدي مشكله. وبعدين ماشي انت هتكلمني، عندك استعداد تكلمني على الاخلاق لمده مثلا 10 دقائق في مشاركه المسابقه بعد؟ قال لي ماشي ماشي مقضية بإذن الله. بس بقى ايه يعني، كنت خايف جدا من مكالمات المستمعين، لأن في مستمع بيخش يتكلم زي ما هو عايز بدون أساس وبدون علم وبدون خبرة، واخد بالك. المهم ربنا برضو ستر مع الواحد، وكنت برضو بحجز شوية على المكالمات عشان ما تجيش مكالمات عشان المسؤولية، عشان المسؤولية طبعا مهمة جدا يعني. وطلعت الفترة على خير يعني، أكيد عدت حلوة كمان. من ضمن الحاجات اللي احنا تعلمناها من أستاذ إسماعيل الشيخ بالذات يعني، رحمة الله عليه، الله يرحمه. كان مثلا بيعمل ريبورتاج، كان يبقى فيه برنامج واثنين وثلاثة جاهزين وبدون تواريخ معينة، مش بيتكلموا عن حدث معين. مش باحتفال بشيء لا في أحداث معينة بس فبيروح جاي ايه لو اتزنق ينزل البرنامج. دي أنا تعلمتها بقى من كان كتاب اسمه شمس العرب تسطع على الغرب. دي الكاتبة اسمها زيريد هونكا، سموها العاشقة الولهانة للمسلمين والعرب. كانت بتتكلم على كل الحاجات اللي العرب
أخدوها الغرب ونسبوها لنفسهم، وإزاي الغرب اتنقل من الحقبة المظلمة إلى حقبة النهضة. فبتقول إن العرب عليهم جزء كبير، وكانت بتتكلم بقى على كل الناس دي، حسن بن الهيثم وكل الكلام ده هو يعني. فأنا الكتاب أنا عجبني، وهو تقريبا 600 صفحة. فرحت جاي رايح كلية الآداب، أستاذ تاريخ يقول لي إيه، لا أنا كاتب أحسن من ده، أو فلان كتب أحسن من ده، هي دي إيه؟ ومرضاش، والتاني والتالت والرابع، لغاية ما أنا هروح الصبح وأعمل مونتاج الظهر أو بعد الظهر، وبعدين هيتذاع تاني يوم. فرحت جاي داخل آخر واحد. يعني إيه، اليوم اللي هو قبل المونتاج. تمام. فقلت له معايا الكتاب، يعني قلت له عايز كذا كذا كذا. قال لي طيب، كتاب 600 ورقة. ايوه، ده يعني هيروح فيه فين؟ ده كبير فعلا. لا، ما هو كان ذكي جدا يعني. حطيت له الكتاب قدامه، قلت له هتعرف تقرا الكتاب؟ انا عايز اسجل بكره، هيبقى فيه وقت؟ قال لي هيبقى فيه وقت ان شاء الله. طب اجي لك امتى؟ قال لي تقريبا الساعه 12. طيب طب انا يعني الكتاب ازاي مش هيتقرا ازاي؟ فقال لي كل الحاجات دي كلها انا دارسها. عشان كده. فانا يعني هنقرا الحاجات اللي هي تخصها، والكلام اللي هي قالته. عايز اقول هو دور على الانماط اللي هو ممكن مهمه يتكلم عنها، عشان هو دارس الموضوع ده بالظبط. فانا اتشهدت يعني لما المونتاج او لما التسجيل جه، ورحت جاي يعني. وبعد كده اتعلمت ان البرنامج لازم يبقى فيه حلقه واثنين يعني ريزيرف، ان هم يعني يلحقونا في اي ظرف. دي من الحاجات اللي انا اتعلمتها مهم جدا جدا من الاستاذ اسماعيل الشيخ الله يرحمه. استاذ انس، يعني انا عايز اقول لحضرتك حوار اساتذه اف ام مع حضرتك النهارده الحقيقه انا مش عايزه يخلص، ولكن الوقت فعلا بيقطع الاوقات الجميله ويقطع الاحاديث المتميزه الحقيقه. النهارده كان الحوار عايز اقول كان من القلب الى القلب، ويمكن كان بعيد شويه عن اساتذه اف ام، او يعني نقول دخلنا في اطار المشاعر الجميله اللي بتنتقل لحاجه جميله. استاذ انس، انا بشكر حضرتك جدا، نورتنا، وعايز وعد من حضرتك ان شاء الله في فتره قادمه نستكمل هذا الحوار الممتع ونكمل باقي القصص والحكايات مع حضرتك. انا بشكرك كتير جدا يا خالد، لان انت افتكرتنا، واخد بالك، وقلت او جبت بعض الزمايل، وانا جبتني، ويعني نورت مكان حضرتك. استاذ ولا حاجه، لا ازاي يعني. استاذ انس، بشكر حضرتك مره ثانيه وثالثه. الحقيقه دائما بنقول لزملائنا في الهندسه الاذاعيه، واحلام الصباغ دائما تفعل وتقدم ما في احلامك عزيزي المستمع. بشكرك زميلتي احلام، دائما متالقه ومتفوقه. اعزائي المستمعين، شكرا لحضراتكم، نلقاكم على خير الاسبوع اللي جاي، وهيكون معنا نجم جديد وضيف جديد. كان معاكم خالد السيد. وإن ما قدرتش ابعد عنها وسيبها للي يحب، سيبها للي يحب. حد يبات عطشان والمية بتجري تحت ايديه، لازم ما في عنده نظر، حد يلاقي الشمس قصاده ويمشي داير عليه، ما في عنده بعد نظر. في أوقات كتير بنقابل مشاكل في حياتنا بنتمنى إنها توصل للمسؤولين علشان يساعدونا في حلها. راديو اسكندرية هيوفر لك الفرصة إنك توصل صوتك وشكوتك للمسؤولين من خلال برنامج برقيات على الهواء مع أمل درويش. تابعونا يوميا ما عدا الجمعة، وهنستقبل اتصالاتكم كل يوم خميس من 12 إلى 2 ظهرا على رقم 010 058